الدكتور التيجاني، هل أنت سني أم شيعي؟ ألتمس لكم عذرا لأني كنت مثلكم، لأني كنت لا أعرف حقائق التاريخ وما دار في التاريخ. إذن عندما تقرؤون وتقرؤون بالأخص كتبي وتقرؤون على تجارة قريش. يا عباد الله، يا مسلمين، يا عباد الله، حلوا عقولكم. أنا اللي خلاني نتشيع هو هالتناقضات ما فهمت سنة عقول العباد كيف. يعني هم يشتموا في البخاري ومسلم بعد يقولوا التيجاني اشتم. أنا ما اشتمت. بسم الله الرحمن الرحيم. وصاحبة هذه العقيدة أساطير ترفضها العقل، وتيجاني يقول أنا رجل عقلي. رجل عقلي يتشيع، سبحان الله. أنت تشيعت عاطفة وليس دينا ومذهبا. رأينا كتبك لا تمت بالسلا إلى العلم. رأينا ناقشناك بحمد الله بعد سنوات. رأيناك هذه حتى علمك ليس على مستوى هذه الكتب. ولذا أنا أتيقن يقينا كما قال لي مصطفى طباطبائي العالم المشهور الإيراني، قال أنا أظن أن هذه الكتب كتب له وليس له. الآن أنا وصلت إلى هذا اليقين والله أعلم. نعم. ويقولون هذا. هل أنت سني أم شيعي؟ احتراما للوحدة الإسلامية ما أحب أخربط هذا الموضوع. ليش؟ لأني أتكلم مع أهل السنة والجماعة الذين أحبهم وأنا منهم إلى اليوم. طيب الآن في الماضي أنا لا أمثل مذهب الإمامية. لا أنت مثل زئبق ما فيك تمسكها. أحسن مثل زئبق. أحسن. لما يجي وقت إلزامك زئبق في عينيك. طيب لا ماشي الحال. الآن يا بابا نويل أنا لو الآن أنا هذا كل الحلول. اسمعني كل الحلول، ولذلك هو جاب منه اللقطة هذه. هذا هجوم على الشيعة. هذا السؤال جواب. هذا هجوم على الشيعة. هذا جواب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحكمة ضالة المؤمن. هو لحظة بالله، هو يقول الشيعة هم أهل السنة. هل الشيعة يقرون به؟ هو ليس بالشيعي ولا بالسني، إنما هو زنديق لا يقر لا بالشيعة ولا بالسنة. لماذا أنا أنبهه بالحديث المتفق عليه بين السنة والشيعة؟ لماذا يرفضه؟ هل زميله يوافقه؟ الحكمة ضالة المؤمن. خلينا بهي موضوع. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والله أنا لو نلقى يهودي يقول لي تبع محمد وأهل بيته لا اتخذته إمام هذا اليهودي. فواحد يشتمني النار يقول لي يا تيجاني يا يهودي، قلت له والله أنا لو نلقى يهودي يقول لي تبع محمد وأهل بيته لا اتخذته إمام هذا اليهودي.